والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا بنعيش أيام جميلة بداية من عيد النيروز لغاية النيروز اللي بعد. الكنيسة كلها أعياد، وده أجمل ما في الكنيسة إن الكنيسة هي سفارة الفرح وسفارة السلام. عشان كده من الحاجات الجميلة إن احنا لما نيجي الكنيسة علامة الإنسان المسيحي إنه شخص فرح، مش كده ولا إيه؟ والفرح هو ثمرة من ثمار الروح القدس. فالإنسان الفرحان هو إنسان يعمل فيه الروح القدس، فتلاقيه مسيح كده ماشي على الأرض، واحد فرحان. النهاردة في الحد الأول من شهر طوبة في قراءاتنا الكنسية بنبدأ موسم جديد. القراءات الكنسية في فترة الأحاد متقسمة 3 مواسم، كل 4 شهور موسم. فالاربع شهور اللي فاتوا اللي خلصوا بميلاد رب المجد يسوع عنوانهم محبة الله الآب. والاربع شهور اللي بيبدأوا من الحد بتاع النهارده عنوانهم نعمة الابن الوحيد. وبعد كده الاربع شهور اللي بيبدأوا من حد العنصرة اسمهم ايه؟ شركة الروح القدس. فاحنا في الاربع شهور الاولانيين الكنيسة شرحت لنا احنا كان وضعنا عامل ازاي، شكلنا كان عامل ايه. فهتلاقوا في شهر توت وشهر بابا وشهر هطور احنا بنشوف شكل البشرية عامل ازاي. مثلا واحد مثلا زي زكا، ده كان مين ابوه؟ المال كان ابوه. اول ما شاف المسيح قال له ايه؟ نصف اموالي اعطيها لمين؟ المساكين. طب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان زكا شاف محبة الله الاب في مين؟ في الابن يسوع المسيح. وبعد كده الكنيسة تفضل توصف لنا في حالتنا كده لغاية ما نوصل لشهر هطور وتدينا الحد الأول والتاني وتقول لنا يا جماعة خدوا بالكم، أنا هديكم مثل هيتكرر مرتين عشان ما تنساش. إيه هو يا كنيسة؟ مثل الزارع. أنت أنهي نوع من الأرض؟ أنت من النوع اللي بيقبل الكلمة ويجري وخلاص، ولا من النوع اللي ما عندوش أصل فممكن ينبت حاجة بسيطة وخلاص ويتحرق بهموم العالم؟ ولا من النوع اللي هم العالم اصلا خانقه زي الارض الشوكيه؟ ولا انت من نوع الارض الجيده اللي لما تتحط البذره في الارض تنبت؟ انت انهي نوع؟ بعد كده خش بقى على ايه؟ على شهر كياك بقى. شهر كياك الكنيسه تعيش حاله من حالات الفرح. 4 احاد عنوانهم ايه؟ عنوانهم الفرح. يبداوا بكرازه الملاك جبرائيل لإليصابات، وبعد كده كرازه الملاك جبرائيل للعذراء مريم، وبعد كده العذراء مريم تروح لإليصابات، وبعد كده ميلاد يوحنا المعمدان، ويختم شهر كياك بميلاد رب المجد يسوع. الحد الأول بقى من شهر طوبة الكنيسة تحكي لنا قصة جميلة في الإنجيل وتقول إن رب المجد يسوع خرج من المنطقة اللي كان عايش فيها وجالنا إلى أرض مصر. فالكنيسة بقى الملهمة والمرشدة بالروح القدس تقول لنا هي حاطط لنا ليه الحد ده، وتقول لنا ليه القصة دي. هل احنا بنحكي تاريخ؟ الحقيقه احنا مش عايزين نحكي تاريخ، ما احنا عارفين التاريخ، لكن احنا عايزين نقول حاجه مهمه. ويمكن ملخص قراءات النهارده باينه قوي في المزمور. يقول ايه؟ اعلن الرب خلاصه قدام الامم. وهو اعلنه ازاي؟ ان خرج من عند اليهود وجالنا احنا هنا في ايه؟ في مصر. تمام؟ ومصر دي كانت ام الحضارات، وكانت كل العالم موجوده في مصر. فلما يجي مصر طبعا هو بارك ارضنا، ودي حاجه جميله يعني. عشان كده احنا نشكر الله، احنا شعب مبارك. جه مصر عشان يعلن الله لكل الامم، عشان ما يبقاش جاي لليهود بس. وبعدين ده اعلان مش عادي، ده اعلان خلاص. وبعدين لو لاحظت ان رب المجد يسوع له اسمين. اسم موجود في البشاره ويدعى اسمه ايه؟ يسوع، لانه ايه؟ يخلص شعبه منين؟ من خطاياهم. يبقى الرساله الاولى في الاسم انه جاي يخلصنا منين؟ من خطايانا، ويخلصنا من الموت اللي اتملك علينا، ويدينا كمان الحياه الابديه.
لكن الاهم من ده ومن ده الاسم الجميل الثاني اللي هو ايه؟ عمانوئيل، اللي هو ايه؟ الله معنا. الله ايه؟ معنا. هو احنا ما كناش مع الله؟ الحقيقه احنا ما كناش مع الله، احنا بقلوبنا ما كناش مع الله. لكن نيجي في القداس نقول ايه؟ لم تتركنا عنك ايضا الى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بانبيائك القديسين. يعني صحيح احنا اللي سيبنا الله، لكن هو اللي ايه؟ هو اللي ما سابناش. حتى لما صار جسدا، ظهر في الجسد، يعني صار انسانا زي ما قال معلمنا القديس كيرلس الكبير. لما صار انسانا وجه يعلن نفسه، اعلن نفسه لكل الناس، واعلن نفسه بحضور حقيقي، وكان له تاثير كبير في ارض مصر. يعني في نبوة أشعياء يقول إن ارتجفت إيه؟ ارتجفت أرض مصر وكل عباداتها. ويحكي لنا المخطوط بتاع البابا ثوفيلوس في زيارة رب المجد يسوع لأرض مصر، على إن إزاي التماثيل كانت بتتكسر قدامه. وطبعا مصر كانت وثنية، فإزاي التماثيل كانت بتقع قدامه. طب ما الكلام ده بتقوله لنا الكنيسة. تعالي شوف كده إنجيل العشية وباكر بيقول إيه. في إنجيل العشية وعند غروب الشمس، الإنجيل يصلي كل إيه؟ كل غروب. ايه اللي حصل؟ راح عند بيت سمعان. كان في المنطقه دي مرضى كتار، وناس ايه؟ وناس عندهم ارواح نجسه كتير. عمل ايه؟ اخرج الارواح النجسه. والارواح النجسه قالت له احنا عارفينك على فكره، انت قدوس الله، فانتهرهم ولم يدعهم ينطقون. هو مش عايز شهاده الشياطين اصلا. في انجيل باكر يحكي لنا قصه تانية، انه لما راح كفر نحوم. كفر نحوم دي مدينه في الجليل، كان بيعلمهم كل سبت. فهم كانوا مبهوتين من تعليمه لانه كان بيتكلم بسلطان. وبعد كده جه في مره في المجمع رجل عليه روح نجس، فالرب المجد يسوع اخرجه الروح النجس. فشوف بقى ايه الروح النجس يقول ايه؟ ما لنا ولك يا يسوع الناصري، اتيت لتهلكنا؟ انا اعرف من انت قدوس الله. ورب المجد يسوع قال لنا ايه؟ ان كنت انا اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ايه؟ ملكوت الله. اقبل عليكم ايه؟ طب ايه هو ملكوت الله؟ ايه هو ملكوت الله؟ هو المسيح نفسه. عارفين في كلمة ملكوت الله دي ذكرت بأربع أشكال في الأناجيل. في إنجيل متى يقول لنا ملكوت السماوات، وفي إنجيل ماري لوقا يقول لنا ملكوت الله وملكوت السماوات، وفي إنجيل معلمنا مرقس يقول لنا إن ده الإنجيل. إن كنت يقول إيه؟ توبوا وآمنوا بالإنجيل لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. تمام. إيه هو الإنجيل؟ بشارة مفرحة. إيه هي البشارة المفرحة؟ إن إحنا لنا إيه؟ لنا ملكوت. طب وفي انجيل يوحنا يقول ايه؟ الحياه الابديه. طب رب المجد يسوع في انجيل يوحنا يقول ايه؟ وهذه هي الحياه الابديه، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي ارسلته. ورب المجد يسوع جعلنا اعضاء في جسده، فملكوتنا هو مسيحنا. ولما يجي لنا مصر، لما يجي مصر يخرج من ارض اسرائيل ويجي مصر عشان يقول زي ما علمنا القديس اثناسيوس الرسولي لما شرح لنا رب المجد يسوع شكله على الصليب وهو فاتح ايديه، قال ان ايد جاب بيها اليهود وايد التانية جاب بيها ايه؟ الامم. واحنا كنا ولكن الله اعلن لنا خلاصه. الله اعلن لنا قبوله. الله قال انا خلقت الانسان عشان الانسان يعيش معايا وانا اعيش في الانسان. والانسان احنا الله والانسان يعيشوا في معيه واحده. دي كانت غايه الخلقه، ان الانسان يتمتع بحضوره في حضره الله. عشان كده كنيستنا الجميله في كل قداس احنا مش جايين نحكي كلام، لا، احنا جايين في محضر حقيقي لله. عشان كده احنا الكنيسه زي ما قلت لكم في الاول هي سفاره الفرح، لكنها كمان سفاره الابديه. احنا لما بنيجي الكنيسه بنستقطع من الزمن جزء ونخليه خارج الزمن. والوقت اللي احنا بنقضيه في الكنيسه هو وقت محسوب من حساب الابديه. عشان كده خساره ان احنا ما نجيش الكنيسه، وخساره ان احنا نبقى عارفين حد وما نقولوش تعالى كمان الكنيسه. اوعى تفتكر ان انت عملك في الكنيسه ان انت تيجي بس. في سفر النشيد يقول ايه؟ اجذبني وراءك فايه؟ فايه؟ لا، فنجري. اه يعني هو يجذبني
واحنا ايه؟ نجري. يعني ازاي دي يعني؟ السنه وانا لما انت شدتني رحت شديت ايه؟ ثلاثة أربعة معايا، يبقى ما اجيش ايه؟ ما اجيش لوحدي. ما اجيش ايه؟ لوحدي. ويا سلام لما الانسان يجيب واحد تاني معاه، حاجه جميله. لما تلاقي انت في جارك ولا حبيبك اللي جنبيك ولا ولادك ولا احفادك وتجيبهم معاك الكنيسه، يا سلام. مش مهمتك ان انت تعيش لوحدك، لا، الكنيسه جماعه مؤمنين في محضر الله، هي دي الكنيسه. والكنيسه في محضرها هي وحياتها هي في محضر الله. عشان كده احنا لما ابونا بيجي يرش الميه يقول ايه؟ امضوا بسلام، سلام الرب. مش بيقول لكم على السلامه يعني، لا، ده بيقول لك الكنيسه بتديك عطيه السلام عشان تطلع بره الكنيسه تعطي سلام. عشان كده لما كنا بنقول اريني باصي، ما احناش يعني ايه صباح الخير صباح النور ازيك عامل ايه، ما هياش تحيه. السلام يا اخوه عطيه. فلما ابونا بيقول السلام للكل او السلام لجميعكم، بيعمل ايه؟ بيعطيك عطيه. وفي اخر القداس يقول لك امضوا ايه؟ بسلام. يعني انت وانت ماشي ايه؟ ماشي معاك مين؟ ماشي معاك سلام. عشان انت ابن مين؟ انت ابن ملك السلام. عرفتوا بقى قيمة خروج رب المجد يسوع من المنطقة اليهودية ويجي لنا للأمم؟ أعلن لنا إيه؟ سلامه. أعلن لنا إيه؟ سلامه. وكل قراءات الكنيسة النهاردة بتقول لنا الكلام ده. يعني في البولس يقول إيه؟ إن المسيح قد صار خادما للختان من أجل صدق الله لكي يثبت مواعيد الآباء. تمام. هو أتم الناموس، أتم الناموس. فهو بعد كده يقول وأما الأمم فيمجدون الله من أجل الرحمة، لأن الله جاء لكي يعلن لنا إيه؟ رحمته. الله قال لنا إيه؟ أنا هرحمكم، محدش تاني يعرف يرحمكم. يعني الأمم يمجدون الله من أجل إيه؟ الرحمة. يعني عملنا إن احنا نعمل إيه؟ نمجد الله. طب لما نيجي واحد يقول لك أنت بتمجد الله ليه؟ تقول له لأنه رحمني. طب لو أنت ما مجدتش الله، كأنك رحت شركة وقالوا لك أنت النهارده الراجل المحاسب بتاع الشركة، تمام، نعين لك ليه يا فلان؟ عشان تمسك لنا حسابات الشركة. رحت أنت قعدت على المكتب وما عملتش حسابات الشركة، يبقى أنت عملت شغلك؟ عملت شغلك؟ جميل. هيعملوا فيك إيه؟ هيمشوك، صح كده؟ خد بالك عملنا إن احنا نعمل إيه؟ نمجد الله. احنا بقالنا شهر بنعمل ايه؟ بنعمل تسبيحات بكاه، مش كده ولا ايه؟ لان ده عملنا ان احنا نعمل ايه؟ نمجد الله، صح كده؟ طب اديك حته كده في القداس، حته في القداس كده عشان تعرف ان انت مش واقف بغبغان بتقول كلامه خلاص. حته في القداس يقول ايه؟ ابونا يوصف لنا في قطعه مستحق وعادل، يعلن لنا اعلان كده يقول الرب مع جماعكم. عشان هو اسمه ايه؟ الله معنا. فاعلان اهو، الرب مع جماعكم. فنقول له ايه؟ ومع روحك ايضا. نعمل حوار ما بيننا وبين ابونا. بعدين نقول ايه؟ اين هي قلوبكم؟ فنرد عليه نقول له ايه؟ مش في الكانتين يعني، مش في المطبخ ولا الفطار ولا الاكل ولا الشرب. خد بالك لما تقول هي عند الرب، افتكر ما تبقاش كذاب. ما تبقاش ايه؟ كذاب. خاصة يوم الجمعة تلاقي خدام مدارس الأحد كل اللي جاي اللي حضر القداس ده كتر خيره انه حضر القداس يعني. اللي حضر القداس دماغه فين؟ في الفصل وفي الكانتين وفي الهدية. ولما يجي يقول له ايه هي اين هي قلوبكم؟ يقول لك هي ايه؟ هي عند الرب. تقول له يا كذاب، يا كذاب، هي عند الرب برضه. اه خد بالك صحيح. اوعى تقول هي عند الرب وما تبقاش عند الرب. افتكر كده، اول ما يقول الرب مع جماعكم تروح رافع عينيك لفوق كده وتقول له يا رب ارفع قلبي ليك. عشان لما ابونا يسالك اين هي قلوبكم تقول له ايه؟ تبقى حقيقه هي عند الرب. بعد كده يقول لنا ايه؟ فلنشكر الرب. مش نعمل كده ان احنا نشكر الرب. على فكره الحركه دي مش بتاعتنا اصلا، الحركه دي بتاعت اللعيبه. فين اللعيبه؟ يعني مش عايز اقول بتاعت مين يعني، مش بتاعتنا يعني.
ماشي. احنا العلامه اللي بنبارك بيها الله ونشكر بيها الله ونفرح بيها بالله ونعمل بكل حاجه الصليب. فلما تيجي تشكر الرب ايه؟ ترسم الصليب، صح؟ لكن هو حقيقه ابونا ما بيقولش نشكر الرب يعني نقول له متشكرين يا رب، لا، ابونا بيقول لنا اشكر. فلنشكر الرب يعني احنا هنقيم دلوقتي ايه؟ سر الشكر. هنعمل ايه؟ سر الشكر اللي هو الافخارستيا. تمام؟ بعد كده ابونا يوصف لنا العرش الالهي ويقول لربنا انت اللي خلقتنا، وبعد كده انت اللي بيقف حولك الشروبيم والسرافيم. ومعلمنا القديس غريغوريوس الكبير لما في القداس غريغوري يقول ايه؟ اعطيت الذين على الارض تسبيح السرافيم. طب هم بقى بيقولوا ايه؟ ابونا بيقول ايه؟ يسبحون بالدوام بغير سكوت قائلين. تقوم حضرتك تعمل ايه؟ تقول ايه؟ قدوس 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 رب الصف. هو يا جماعه بيقول هم ايه؟ بيقولوا ايه؟ هم اللي بيسبحوا. تقوم انت ترد ليه؟ ترد ليه؟ ترد ليه؟ هو بيقول ايه؟ يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين. تروح انت للرادة، انت مالك انت والموضوع؟ تقول له لا، يعني انا مالي؟ ده انا عامل ان انا امجد الله، عامل ان انا ايه؟ امجد الله، بما ان انا واقف في السماء. وابونا في القداس بيقول ان احنا دلوقتي واقفين امام عرش الله. والقديس غريغوريوس قال لنا حاجه مهمه، ان احنا ايه؟ اعطى الذين على الارض تسبيح السرافيم. بما ان انا واقف في حته من السماء، ده ما واقفش في حته من السماء، ده انا واقف امام عرش الله. هعمل ايه؟ هقول الكلام اللي بيقولوه ايه؟ الشيروبيم والسرافيم اللي هم بيقولوا ايه؟ قدوس 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 رب الصباوت. عشان ده عملي، عامل ان انا اعمل ايه؟ امجد الله. مش عامل ان انا اعمل تعويذه. ان انا عندي خدمه الشماس ولا الخلاجي فيها يقول الشعب الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم مجدون قائلين قدوس قدوس. ده مش هي دي الكنيسه لما حطت يقول الشعب، لان عملك انك تعمل ايه؟ تمجد الله. زي ما قال معلمنا بولس واما الامم ويمجدون الله من اجل ايه؟ من اجل الرحمه. يعني احنا وقفنا امام الله لاجل رحمته، فاستمتع برحمته. استمتع بايه؟ طب هتستمتع ازاي؟ تعمل ايه؟ تمجده. تعمل ايه؟ تمجده. اتفقنا يا اخوه؟ تعيشوا وتصلوا وتعيشوا وتفرحوا. طبعا القرايات فيها حاجات كتير يعني، بس المهم ان احنا نطلع النهارده بقيمه جميله. ان انت لما تبقى في الكنيسه افتكر ان انت ما تجيش لوحدك، ده واحد. اتنين، لما ابونا يقول لك ارفعوا قلوبكم، اوعى تكون ايه؟ كذاب، اوعى. تمام؟ لازم تبقى رافع قلبك بجد. الحاجه الثالثه، عملك في الكنيسه وخارج الكنيسه انك تعمل ايه؟ تمجد الله. والكنيسه وانت ماشي بتقول لك جسد ودم عمانوئيل، فانت بقيت من ساعه ما اتعمدت وانت عضو بتتغذى غذاء حقيقي على جسد رب المجد يسوع ودمه. فانت عضو في الكنيسه، عضو في المسيح، انت ابن ملك السلام. تطلع تنشر السلام بره، مش تطلع تتخانق. كل سنه وانتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. شكرا على دعوتكم. أوليتك